الإخوة السعوديين أو الشعب السعودي الشقيق لدولة مصر طبعا، عليه حاجات غريبة، أو عليه توقعات غريبة، أو عليه يعني رؤية مستقبلية غريبة عن أي شعب في الدول العربية وعن مصر. يعني أنا أتكلم عن مصر، ففي حاجات بيعملها الشعب السعودي غريبة جدا هنتكلم فيها. لكن قبل ما نتكلم عن الفيديو، أو موضوع الفيديو الأساسي، وهو مباراة الهلال والنصر، او النصر والهلال عشان اخواتنا النصراويه والهلاليه ما يزعلوش. طيب، انا بقلب في الاخبار النهارده. طبعا انتم متعودين طبعا على قناه بعد الماتش، ممكن في ناس تعرفني وفي ما تعرفنيش. انا كابتن خالد الحضري، كنت فاتح قناه اسمها بعد الماتش، كنت بحلل الدوري السعودي وبعض من الدوريات العربيه الاخرى، ولكن كنت متخصص جدا في الدوري السعودي. ولكن القناه غيرت المحتوى وبدات انشئ قناه جديده. يمكن ده اول فيديو برضه هسميها بعد الماتش، لان طبعا مميز بالاسم ده. ولكن كنت بقلب في الاخبار، يعني تكملة للحديث، لقيت ان في النهارده مباراة نهائي موسم الرياض بين الهلال والنصر، او النصر والهلال. وده طبعا وانت مغمض، يعني لو انا سعودي وانت مغمض تحط كده غمية، احنا بنقولها في مصر غمية، على عينك وتقول الهلال هيكسب 2 3 4. الغريب مش في كده، الغريب ان جمهور النصر عنده تفاؤل كبير. يعني انا كنت برضه عامل مره استفتاء عن مباراة الهلال والنصر اللي كانت في الدوري السعودي طبعا، واللي كسبها فرقة الهلال، وده طبعا كان 3-1 باين او حاجة زي كده مش فاكر. بس يعني كان جمهور النصر طموح، كان بيقول لك احنا هنكسب الهلال. اما بقى جمهور الهلال كان بيقول لك احنا هنكسب 3-4. يعني النصراويه كانوا يقول لك هنكسب، بس مش هنكسب كام، يعني 1-0 2 اخرك. لكن الهلالويه عندهم حاجه يعني ثقه زياده عن اللزوم، يقول لك 3-4. انت عارف تاريخ النصر عشان تتكلم عن النصر، انت عارف تاريخ الهلال عشان تتكلم عنه. ففي ثقه عمياء لجمهور الهلال. الحاجه الغريبه هنا اللي انا عايز اقولها لك، بس هسيبها لك لاخر الفيديو، لكن من كلامي هيتضح الحاجه الغريبه. هتقولها لي انت، هتكتبها لي في التعليقات، ايه الحاجه الغريبه اللي انت كان تقصد بيها يا عم قناه بعد الماتش يا عم خالد الحضري. وهو ان الهلال لو لعب النصر 20 مرة أو 20 مباراة متتالية ورا بعض، بين كل مباراة 3 4 أيام راحة، هيكسب الهلال. ده مش لسان حالي، أو ده يعني بالرؤية الفنية، كرؤية فنية أنا شايفها في الملعب يكسب. كجمهور الهلال يكسب، كجمهور النصر ما عندوش ثقة، ما عندوش ثقة في فرقة النصر. طيب، اللي حصل النهارده في المباراة، انك لما تشوف لعيب زي متروفيتش، سالم الدوسري، الشهراني، مالكم ما لعبش النهارده على ما اظن، ما لعبش. عندك البريك، محمد كنو اللاعب اللي بحترمه جدا جدا جدا، الشهراني، البليهي، علي البليهي المدافع المستفز، بونو. لعيبه كتيره في نص الملعب، او لعيبه كتيره في الهلال مميزه جدا عن النصر. لكن في الناحيه التانيه بقى، ما هو لعيبه. طيب، ما النصر جاب صفقات، ويمكن القيمه السوقيه بتاعه النصر اقوى بكتير من الهلال. لكن في الناحيه التانيه عندك مثلا، خلينا مثلا نبدا بمثلا لابورت، ايميك لابورت في الدفاع. سلطان الغنام يمكن النهارده ما شفتوش، ما لعبش او حاجه زي كده. عندك اوتافيو، عندك كريستيانو، عندك تاليسكا، عندك لعيب تقيل جدا جدا. انا بعتبره من اللعيبه الاساسيه اللي ممكن يعتمد عليها فرقه النصر في الفتره اللي جايه. عندك عبد الرحمن غريب ده ممكن لو اخذ فرصه مكان ساديو ماني هيأدي اداء افضل بكتير من ساديو ماني. عندك لعيبه كتيره، او سكواد كبير جايبه النصر، ويمكن القيمه السوقيه زي ما قلت قبل كده اعلى بكتير من القيمه السوقيه للهلال. لكن اللي بيحدث من عك كاستو في التشكيل، من عك كاستو، ما عندوش. انا شايف ان كاستو بالمصري كده ما عندوش الحنكه ان هو يدير مباراه كره قدم، عكس المدير الفني للهلال. يمكن اكثر حنكه، حنكه، اكثر حنكه، واكثر يمكن رؤيه في الملعب. يعني في اي مباراه يقول لك الهلال والنصر، الهلال يكسب. ليه؟ طب ما هو القيمه السوقيه او اللعيبه اللي جايه في النصر اقوى بكتير من، او لعيبه معروفه اكتر بكتير من الهلال. لكن الملعب حاجه، والقيمة السوقية بتاعت اللعيبة حاجة تانية، او اسماء اللعيبة في حتة تانية خالص. الملعب هو اللي بيحكم. الحاجة الغريبة اللي انا ملاحظها في الدوري السعودي،
ان الدوري السعودي حاليا بيعتبر، مش عايزين نقول تاني، هو اقوى دوري عربي حاليا في في الشرق الاوسط في الدول العربية كلها. لكن لو جيت تفكر شوية وتشوف الوصافة هنا للنصر، طب ايه الغريب في كده؟ الغريب في كده ان الهلال السعودي او جمهور الهلال واثق تماما ان الهلال السعودي هيتوج بالبطولة قبل نهاية يعني مثلا الدوري مثلا بست سبع ثمان ماتشات في الدوري السعودي. طب ده بيفكرك بايه؟ دي الحاجة الغريبة بقى بين الاهلي والزمالك. بالظبط، الهلال ده عامل زي النادي الاهلي، الهلال السعودي. ودي الحاجه الغريبه بقى، في تشابه كبير لكن مفيش تشابه كبير في القيمه السوقيه، مفيش تشابه كبير في تنافس الانديه. لان انت عندك الهلال الوصافه للنصر، عندك الاهلي السعودي، عندك الاتفاق، عندك اتحاد جده في مركز متاخر، عندك فرق تقيله. لكن في أربعة خمسة ست فرق بينافسوا أو في الجدول أو في المربع الذهبي أو الأربع فرق اللي قدام. عندك في الدوري المصري ما فيش غير النادي الاهلي شامخ ولعب مباريات اقل، فشارخ في ترتيب الجدول الدوري العام. فالحاجه الغريبه ان انا لما بتفرج على الدوري السعودي بحس ان انا بتفرج على الدوري المصري، مع احترامي الكامل للقيمه السوقيه للاعبين، ومع احترامي الكامل للانديه او تعاقدات الانديه مع اللاعبين الاوروبيين او اللعيبه اللي ليها اسم وتقل في الدوريات الاوروبيه. لعيبه كتيره لكن متشابه كبير بين الدوري المصري. لكن هسألك سؤال دلوقتي وهترد عليه في التعليقات، لان لازم انا في قناة بعد الماتش لازم احط لك سؤال. هل الدوري السعودي، خلاص احنا قلنا الدوريين متشابهين في التنافس في سيطرة وهيمنة الهلال وسيطرة وهيمنة النادي الاهلي المصري في الدوري، كل واحد مسيطر. لكن هل الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري؟ انا كرأيي في قناة بعد الماتش دايما بقول لك في الحياد، انا خليني في الحياد، لكن الحياد بيحتم عليا ان اقول لك فعلا يا صديقي ان الدوري السعودي اقوى بمراحل، اقوى بمراحل من الدوري المصري. وهو ما يميز الدوري السعودي في هذا الموسم. محدش يقول الموسم اللي فات واقوى، لا، هو الموسم ده موسم قوي، موسم تنافس. في النصر بيتنافس، لكن لو النصر لعب الهلال 60 70 80 ماتش الهلال هيكسب، رغم ان انا يمكن ميولي نصراويه في قناه بعد الماتش. لكن ده ما يمنعش ان اقول الحقيقه واقول لك ان جمهور الهلال ليه حق يبقى عنده الثقه الكبيره في فرقه الهلال، ليه حق يكون عنده الثقه في اي مباراه بيلعب النصر يقول لك نكسب 3 ونكسب 4 ونكسب 5. ده تاريخ الهلال وده تاريخ النصر. لو فهمت حاجه من الفيديو ده، انا عارف ان الشعب السعودي لماح وذكي شويه، لو فهمت حاجه من الفيديو ده اكتب لي في التعليقات، انزل اكتب لي في التعليقات انت فهمت ايه، ورد على سؤالي هل الدوري السعودي في وجهة نظرك انت اقوى من الدوري المصري. واشوفكم في فيديو جديد على قناتي بعد الماتش. السلام عليكم.